يا مساء الفل. هنعمل مع بعض النهاردة ألذ وأطعم آيس كريم في البيت بقوام وطعم زي الجاهز ويمكن أطعم كمان. آيس كريم الفانيليا وآيس كريم الشوكولاتة، يعني نقدر نقول في حوالي 4-5 دقايق هيكون معانا أحلى آيس كريم. يلا نشوف المكونات عبارة عن إيه. معايا كوباية كريم شانتيه محلى اللي هي الباكيتات العادية، ومعايا كوبايتين لبن يكون كامل الدسم، ويا ريت يكونوا في الفريزر شوية، يعني يكون فيهم شوية تلج زي ما احنا شايفينهم كده. ومعايا نص معلقة فانيليا، ومعايا معلقة كبيرة عسل جلوكوز، وكام قطعة شوكولاتة دارك كده زي ما احنا شايفين. أول حاجة هنجيب بولة فيها مية بتغلي، وهعمل للشوكولاتة اللي معايا حمام مائي زي ما احنا شايفينها كده. أهم حاجة الشوكولاتة ما تلمسش المية خالص. تمام، هسيبها كده لحد ما تسيح معايا واسيبها على جنب. ويلا بينا نبتدي ونقول بسم الله. شايفين المكونات دي كلها هننزل بيها في الخلاط. اول حاجة هننزل بكوبايتين اللبن الساقعين، ويا ريت يكونوا فيها قطع تلج عشان يسرع من عملية التجميد بتاعتها. نزلنا اول كوباية، ننزل بتاني كوباية اللبن اللي معايا كامل الدسم، وبعدها انزل بنص معلقة صغيرة فانيليا، كوباية كريم شانتيه ده محلى. ولو ما فيش الباكيتات وعندك الخام هنحط كوباية كريم شانتيه خام وحوالي 4 معالق سكر. تمام، وبعدها هنحط معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. طب ايه فايدته؟ دي اللي بتدي للايس كريم المطة بتاعته، يعني بتديها مطة حلوة قوي. وبديل عسل الجلوكوز معلقة عسل من العادي اللي هو العسل النحل الابيض، لو ما فيش عسل ابيض هيبقى معلقة شربات تقيل. تمام، بعد كده ابتدي اضرب كل المكونات اللي احنا خلطناها مع بعض في الخلاط. مش هياخد اكتر من 4-5 دقايق بالكتير قوي. اول الخليط ما يجمد معايا بالشكل ده اوقف الخلاط كده. القوام معايا بقى زي الفل، كريمي وبقى تحفة. هو مش بيبقى زي الكريم شانتيه ده ايس كريم، فبيبقى فيها يعني ليونة بسيطة. ده القوام المظبوط بتاعه. بعد كده هبتدي اجيب كيس حلواني واقسم الايس كريم اللي معايا لجزئين، جزء بالفانيليا وجزء بالشوكولاتة. اول حاجة هنعبي الفانيليا في كيس حلواني زي ما احنا شايفين كده. القوام بتاعه بيبقى كريمي زي ما احنا شايفينه كده، من غير تكتلات من غير اي حاجة. واللبن معايا عشان كان ساقع وفيه قطع تلج فعمل ايس كريم زي ما احنا شايفينه بالشكل ده، او سرع من عملية ان هو يبقى جامد شوية. تمام، وفي نفس الوقت برضو معلقة العسل الجلوكوز عملت فيها مطة حلوة قوي. يلا نملى اول كيس حلواني اللي هو بالفانيليا بالشكل ده، ويكون معانا زي ما احنا شايفينه كده. يلا احطه على جنب. وبعد كده ابتدي الجزء التاني من الايس كريم هنزله في بولة وانزل عليه بالشوكولاتة. وكده الشوكولاتة ساحت معايا وبقت زي الفل. انا دلوقتي مش عايزة احط لها زيت خالص. هوريكم دلوقتي حاجة لو حابين تعملوها اعملوها، مش حابين تمام. هبتدي انزل بمعلقتين من الشوكولاتة على الفانيليا. وطبعا عشان الايس كريم لسه معايا ساقع متلج، فالشوكولاتة تحس ان هي هتقفش في الاول كده شوية، فهو ده حلو قوي. انا عايزاها كده عشان تعملي جزيئات من الشوكولاتة زي ما احنا شايفينها كده، فهيعمل لك قطع صغيرة كده تحس ان فيها قطع شوكولاتة صغنونة. لما تيجي تاكليها تحس ان فيه انت مستطعمة طعم الشوكولاتة. تمام، والباقي اللي في البولة دول هحط عليهم شوية زيت كده. انا حطيت عليها معلقة زيت صغيرة، قلبت واخد كمية صغيرة من الايس كريم اللي معايا واخلط ده مع ده، هيديني القوام الكريمي العادي خالص. لو حابين تعملوا نفس الخطوات اللي انا ماشية بيها تمام، مش حابين وعايزين تستغنوا وتحطوا كلهم على بعضه وتحطوا معلقة الزيت في الاول على الشوكولاتة هتبقى زي الفل برضه. تمام، شايفين القوام بيبقى عامل ازاي؟ كريمي خالص. ليه؟ عشان معلقة الزيت اللي احنا حطيناه. انا ما حطيتش في الاول عشان يديني جزيئات من الشوكولاتة الصغيرة خالص اللي احنا شايفينها في الايس كريم من تحت، عشان احس بطعمها وانا باكلها، يعني اجزاء صغنونة خالص فيها. لما تيجي تاكليها كده بتستطعمي طعم الشوكولاتة فيها. تمام، يعني مش هتبقى كريمي بس، لا، وانتي بتمضغي تحسي ان فيها بعض الشوكولاتة الصغيرة كده فيها.
اقلب حلو قوي عشان اخد اللون الشوكولاتة الحلو زي ما احنا شايفينه كده. ويلا بينا نبتدي نعبيه في كيس حلواني زي الفانيليا. احط الكمية كلها زي ما احنا شايفينها كده. تمام، ولا تعب ولا مجهود، وعملنا 2 ايس كريم فانيليا وشوكولاتة ما حصلش احلى من الجاهز. معايا قالب سيليكون زي ما احنا شايفينه كده، ده بيجي من عند اي حد بتاع مستلزمات حلواني، وبيجي معاها الاعواد الخشبية. ابتدي اظبطها بالشكل ده زي ما احنا شايفينه كده. هي بيبقى ليها فتحة كده، ببتدي ادخل الاعواد فيها واسويها. وبعد كده هجيب الشوكولاتة اقطع بس البوز بتاعها بالمقص زي ما احنا شايفينه كده عشان ما بهدلش الدنيا. وواحدة واحدة ابتدي انزل فيها في القالب. تمام، شايفين قطع الشوكولاتة نازلة عاملة ازاي؟ صغننة كده زي ما احنا شايفينها كده، بتدي طعم تحفة. اوزعها بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده بالراحة، واحدة واحدة عشان ما تطلعش بره. وحاولي نوعي بقى، عايزة شوكولاتة، عايزة فانيليا، عايزة شوكولاتة وفانيليا مع بعض، انتي وذوقك بقى. تمام، سهلة وبسيطة، وما خدتش معايا حوالي 3-4 دقايق اعمال. كده عبينا الشوكولاتة، يلا بينا نعبي اللي بالفانيليا زي ما احنا شايفينها كده، بتنزل بسهولة بنظافة. واخر واحدة هعملها ميكس ما بين الشوكولاتة وما بين الفانيليا، بتدي طعم حلو قوي مختلف، جمع ما بين الشوكولاتة والفانيليا. والكمية كلها بقى في البولة، هبتدي انزل كله مع بعضه، هعمل ميكس ما بين الاتنين. طبعا عايزة تعمليها في بولة لوحدها الشوكولاتة تمام، عايزة تعملي الفانيليا لوحدها برضو تمام، عايزة تحطي الاتنين مع بعض زي ما احنا عاملين كده هتبقى حلوة قوي. يعني نقدر نقول من كوبايتين لبن وكوباية كريم شانتيه عملت لي كمية محترمة مش وحشة. وبخلة سنان بقى ابتدي ان انا اقلب ده مع ده، هتديني شكل حلو، والاتنين هيختلطوا مع بعض. وفي نفس الوقت لو فيها فراغات هواء او حاجة بتبتدي تطلع بالشكل ده. ومعايا شوكولاتة شيبس، ابتدي ان انا اوزعها على وش الايس كريم زي ما احنا شايفينها كده. وده اختياري، لو انت حباها مش حباها تمام، يعني لو متاحة عندك تمام، بس بتدي طعم حلو في الايس كريم. بعد كده ابتدي امسك القالب واخبطه كده مرتين كده عشان لو فيها هواء او حاجة تبتدي تطلع. تمام كده، وده بيكون معايا شكلها قوام كريمي، طعم تحفة. وابتدي اغطيها حلوة قوي عشان ما تعملش كريستالات من التلج. ومعايا القوالب السيليكون، في قوالب بتيجي بالغطا بتاعها وفي قوالب لا، اللي معايا ما فيهوش غطا. فانا هعمل ايه، هبتدي اجيب كيسة واحطها عليها كده واضغط بايدي عليها عشان اضمن ان هي ما يدخلهاش هوا. وبعد يوم كامل في الفريزر ابتدي اطلعها، تطلع معايا بالشكل التحفة ده. سهلة وبسيطة وما تغلبكيش خالص، يا دوب طلعت على طول. ده الشكل اللي هو كان ميكس ما بين الشوكولاتة والفانيليا، شايفينها طالعة عاملة ازاي، شكلها تحفة. الفانيليا بقى لوحدها برضو شكلها حلو قوي. هبتدي انزلها في شوكولاتة ورشة سوداني من على الوش وتبقى معايا بالشكل ده. الحلو في الايس كريم ان محدش بيختلف عليه، كبير وصغير كلنا بنحبه قوي، حاجة منعشة كده بترطب على القلب رهيبة. ولو في اطفال في البيت هتحب الشكل ده قوي، لانه بيبقى قريب قوي للجاهز، نفس العصاية بنفس الايس كريم، والطعم مش بعيد خالص ويمكن اطعم والله. يلا بينا بقى نشوف البولة شكلها عاملة ازاي. معايا معلقة الايس كريم، ببتدي احطها في بولة فيها مية سخنة وابتدي انزل في البولة زي ما احنا شايفين كده. شايفين الجمدان، تحفة. ايه ده، لا ده احنا كده نبيع بقى. والله تحفة تحفة. ايه رأيكم في شكلها؟ طعم وشكل وملمس ما حصلش، يمكن انضف كمان من اللي بره. اعبي الكاسات اللي معايا، الميكس بين الفانيليا والشوكولاتة مديه شكل تحفة وريحة تحفة وطعم احلى واحلى. شايفين التجزيعة بتاعتها عاملة ازاي، من غير تلج من غير اي حاجة. القوام تحفة، ما فيهاش ولا غلطة، والله اطعم من الجاهز واحلى من الجاهز. شايفين قوام متماسك حلو قوي،
ما فيهوش ولا غلطة ما شاء الله. ولو تلاحظوا لا احتاجنا مكن الايس كريم ولا احتاجنا حليب مكثف، وبخطوات بسيطة يطلع معنا احلى ايس كريم ممكن تدوقوه. ايس كريم عمايل ايدك ما حصلش. هبتدي ان انا اعبيها في بلاد زي ما احنا شايفينها كده، وبعد كده صوص شوكولاتة وبسكوتاية شوية سوداني، انتي وراحتك. ايه رأيكم؟ اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انا اكون بسطت لكم الفكرة وتقدروا تجربوها، واتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسلام.